في مثل بيقولك الضربة اللي مش بتكسرك بتقويك، ودي حقيقة. كم واحد فينا مر بتجربة كان فاكر انه هيطلع منها بعد كده منتهي الصلاحية، او هيطلع مكسور وموجوع وانه الحياة وقفت لحد كده. لكن انت بتكتشف ان انت مع كل تجربة بتلاقي نفسك قويت اكتر، نشفت اكتر. كنت محتاج التجربة دي علشان تغير فيك حاجات كتير انت ما كنتش متخيل انها ممكن تبقى جزء من شخصيتك بعدين. فالتجارب بتشكلنا على فكرة، التجارب بتقوينا رغم الألم ورغم الوجع، بس بعد الوجع ده في قوة، في نصرة، في حاجات كتير بتتغير جواك للأفضل وللأحسن. ما بتبقاش هش، ما بتبقاش قابل للكسر زي ما اللي حواليك بيبقوا فاكرين. لأن خلي بالك اللي بيوجعك ده حد مستني كسرتك، مستني وقعتك. هو عمل كده علشان خاطر يشوفك محني. فالشطارة والشجاعة انك انت تقوم من التجربة اقوى من الاول واجمد من الاول، وتثبت للكل انه انت غير قابل للانكسار، واللي معاه ربنا ما يخافش، لان ربنا مش هيسمح اصلا لا بألمك ولا بوجعك ولا بكسرك. وكل الاوقات الصعبة اللي انت عشتها فعلا بقى من ألم ووجع والاحساس بالكسرة، هي دي اللي شكلتك النهاردة، وهي دي اللي خلتك قوي، وهي دي اللي خلتك تقدر تكمل. فدايما اشكروا ربنا على التجارب اللي انتوا بتمروا بيها، لان لولا التجربة دي ما كنتش انت بالشكل ده دلوقتي. ولا انت رأيكم ايه؟